آه، المتحدث التالي، يعني كل متحدث في هذه الجلسة نتحدث عن بلدين ينتسب إليهما بلد الغربة وبلد الوطن. لكن المتحدث التالي الأستاذ هوشن كوسي، لا نستطيع أن أتحدث عن بلدين فقط، ولكن بلادا كثيرة أخذت منه وأعطته. لذلك ستكون شهادته شهادة شبه عالمية حول هذه التجربة. تفضل هوشن. مساء الخير للجميع. مساء الورد. تفضل. شاكر جدا حضوركم ومشاركتكم، وشاكر جدا دعوة مختبر السرديات والأستاذ منير على هذا اللقاء وهي الندوة الجميلة والقيمة. كنت أحيانا يعني متردد في مسألة اختيار العنوان، عنوان الشهادة، لكن ما استمعته من شهادات وهذا الحب الجم لمصر ودفء احتضان المواهب السورية، الإبداعات السورية، هذا شجعني أنه لا، بالفعل اختياري لعنوان الشهادة إلى حد ما في محله. سأبدأ بالقراءة بعد إذنكم. في مديح الغربة والكتابة. حين ولدت كان الحرمان في استقبالي، إلى جواره يقف الفقر والعجز والإعاقة مبتسمين فاتحين أحضانهم لي قائلين أهلا بك في رحاب البؤس أيها الضيف العزيز. نحن مكلفون من الأقدار بتلقينك الكراهية، كراهية نفسك، محيطك، والأرض التي ولدت عليها وستعيش تحت سمائها، ويسمونها الوطن. لم تكد أن تمضي 4 سنوات حتى ازدادت محنتي بانضمام معلم جديد إلى طاقم أساتذتي المذكورين، ومع رحيل والدي صارت جدران سجني بسقف مرعب منخفض هو اليتم. ولو عاش محمد المغوط داخل هذا السجن الذي عشته لحذف حرف السين من عنوان كتابه سأخون وطني، ولكنني لم أخنه. زد على ذلك فشل أولئك الأساتذة العتاة، الفقر، اليتم، الإعاقة والحرمان من حقوقي المدنية والسياسية، فشلوا في تلقين الكراهية واجتثاث الوطن من أعماقي، وبقيت علاقتي بالوطن ملتبسة، إذ لا يمكنني أن أحب أرضا سلبني نظامها السياسي كينونتي، هويتي، كرامتي، حريتي، إرادتي، كلمتي، حقيقتي، وسعى إلى اجتثاثي وصهري ودمجي في اسطبلات الشعارات والخرافات القومية. ولا أستطيع كراهية أرض تنفست عليها هواء أول شحقة، أول حب، أول حلم، أول قصيدة. تلك الأرض التي وقفت عليها أمي وهي تردد لي الأغنيات، وقفت عليها جدتي وهي تسرد لي الحكايات. الأرض التي سقت أغنامي القليلة إلى مراعيها، ذات طفولة مكلومة تخوض صراعا باكرا. إنها الأرض التي ترقد تحتها عظام جدي وزوجتيه في مقبرتين بدمشق والدرباسية. وأي أرض تنام تحتها عظام الأجداد لا يمكنني إلا أن أحترمها، حتى لو لم يعترف نظامها بوجودي كإنسان وقيمة ثقافية قومية أدبية مضافة إلى حاضر ومستقبل هذا الوطن. ولأنني كردي حرمت من الحقوق المدنية ومنها السفر وحق التعلم بلغة الأم حتى قبل أن أولد. ولأنني سوري حرمت من الحرية والعدالة والديمقراطية كما أسلفت. ربما هذان السببان كافيان كي أكون كائن ثنائي اللغة بلغتي كردية وعربية.
أسافر كثيرا في رواياتي إلى أماكن لم تطأها قدماي. في روايتي الأولى وطأة اليقين التي صدرت في بيروت في 2016، وهي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية في 2017 في العام الموالي. في هذه الرواية زرت المغرب، تونس، مصر، سويسرا، فلسطين قبل أن أزورها وأراها رؤية العين. أنا زرت هذه الأماكن، كنت في فلسطين في 2019، وفي مصر زيارات متعددة بدأت من 2019، وزرت الإسكندرية أيضا في رواية أخرى، وزرتها بعد كتاب هذه الرواية الافتراضية الأدبية. في الرواية زرتها ورأيتها، و يعني كنت في مختبر السرديات كمان. في روايتي الثانية حفلة أوهام مفتوحة التي صدرت في بيروت 2018، زرت كوريا الجنوبية، كولومبيا، وبلدان أخرى. في روايتي الأفغاني سماوات قلقة التي صدرت في الأردن 2020، زرت أفغانستان، باكستان، الجزائر، إيران، فلسطين، كردستان، وزرت الإسكندرية أيضا في هذه الرواية، وأماكن أخرى. في روايتي الرابعة التي صدرت هذا العام، مطلع هذا العام في بيروت، زرت كازاخستان، أوكرانيا، روسيا، إيران، كردستان، سوريا، لندن، وباريس. أما روايتي الخامسة التي ستصدر في مصر قريبا، أسافر فيها إلى المستقبل حاملا حقائب الحاضر والماضي المليئة بقبائح النفس البشرية ورذائلها وفضائلها. رواية معروفة الزمان ومجهولة المكان، من صنف الخيال العلمي. حاصل قولي، وفرت الكتابة الروائية لي رخصة السفر بين الأماكن والأزمنة أيضا، كل ذلك بعد مضي 5 سنوات على تواجدي في بلجيكا، الوطن الجديد المضاف إليه. عشت في دمشق قرابة عقد ونيف، هاجرت إليها من بلدة نائية على الحدود التركية. لم أنتبه إلى جمال المدينة وقت ذاك، لم أنظر إليها بعين السائح أو الروائي الراصد المدقق الذي يلفت انتباهه أدق التفاصيل وأتفهها. كانت نظرتي إليها نظرة الفقير الباحث عن العمل وتأمين لقمة العيش، الذي لا يمتلك ترف التمعن في ملامح المدن، عمارتها وحيواتها ونساءها. بعد مغادرة دمشق مكرها ملاحقا لأسباب سياسية واستقراري في بلجيكا، حاولت استرداد الشام روائيا، فحضرت بعض تفاصيلها وحيواتها في رواياتي، بخاصة منها وطأة اليقين الرواية الأولى، والرواية الرابعة كأنني لم أكن، وعليه الوطن الجديد. وأتحفظ هنا على وصف الغربة أو المهجر. لم يلغي الوطن الجديد بلجيكا، لم يلغي دور ووزن دمشق في قلبي، عقلي، كياني ووجداني، بالرغم من كل ما قدمته لي بلجيكا، إلا أنها لم تحل محل سوريا، بل عضدتها ووقفت إلى جوارها كوطن شريك ومساهم في صناعة وعي ذلك الشاب الذي غادر دمشق مكرها في ربيع 2009، وخبرة هذا الطفل الذي ما زلته. مقصدي، بلجيكا جعلتني أحب دمشق أكثر، وساعدتني على رؤيتها بشكل أكثر وضوحا. وغالب الظن والاعتقاد لدي أنني إذا عدت إلى العيش في دمشق سأحن إلى بلجيكا ومدينة أوسلند الساحلية التي أسكنها. مدينة أوسلند هي إلى حد كبير تشبه الإسكندرية وتشبه مدينة اللاذقية دكتورة عبير. زيدوا على هذا وذاك، أنا كائن سريع الانتماء إلى الأمكنة، متعدد الأوطان، وطني البر والبحر والهواء، شيء يشبه الكائن البرمائي والهوائي في آن. فكيف لي أن أشعر بالغربة؟ بصراحة أنا منذ أن وطأت قدماي هنا لم أشعر بشيء اسمه الغربة في بلجيكا، ولم أشعر بالغربة لا في مصر ولا في فلسطين، وفي كل الأماكن التي يعني زرتها وعشت حيواتها ولو ببضعة أيام. لكن حضرت هذه الأوطان في أعمال الرواية وستبقى تحضر.
هذه التي تسمونها الغربة كانت ولما تزل خير أستاذة لي، علمتني هذه الأشياء والأفكار التي سردتها لكم، وأعتقد أنها جميلة أكثر مما علمني وطني الذي ولدت فيه. لذا حنيني لوطني الأول سوريا ونفسه حنيني إلى كردستان، مصر، فلسطين، تونس، تركيا وبلجيكا. وأكاد أن أقول على الصعيد الشخصي والروائي أيضا أزالت الغربة الحدود بين أوطاني العديدة التي تزداد مع كل عمل روائي جديد أنتهي من كتابته. هكذا وببساطة تحولت الكتابة الروائية لدي إلى كون تتحرك فيه أوطاني العديدة، تتلاقى، تتقاطع، تتشارك، ولا تشتبك أو تتعارض أو تتصارع على أولوية الانتماء إليها. هنالك تصالح بين أوطاني على مساحة أعمالي الروائية، وعليه ليس مستغربا أن تجد في أعمال الروائية الكردي إلى جوار العربي أو البلجيكي أو الفارسي، التركي، الإفريقي، الأسيوي، يشتركون جميعا في صناعة الأحداث والتفاصيل في هذه الأعمال الروائية. مقصدي مما سلف هويتي الثقافية مركبة، كذلك رواياتي مركبة. لا أمتلك طقوسا معينة للكتابة. حين كنت في دمشق وحين صرت في بلجيكا أيضا، الوطن والغربة لا يقفان عندي على طرفي النقيض. الوطن الجديد ساهم في تعزيز شغف الكتابة لدي، وأخذ بيدي كثيرا، فتح المجال أمام المزيد من التجريب ورفدني بالخبرات. الوطن الأول سوريا جعل مني شاعرا، والوطن الثاني بين قوسين الغربة جعل مني روائيا، وفي انتظار ما سيصنع مني وطني الثالث أو الرابع. هكذا أنا في الواقع وفي الكتابة. بلاد الحب أوطاني، من الشعر إلى النثر إلى الرواية، ومن يبحث عني ويقرأني يجدني ويلقاني. شكرا كثير. شكرا جزيلا هوشنك، وكما أقول لك دائما أنني تعجبني هذه الروح المسافرة دائما في الواقع، وفي الإبداع والإيجابية في التعامل مع كل المصاعب التي واجهتها في حياتك. لكن أرجوك لا تبالغ وتصف مكانا يشبه الإسكندرية، لا يوجد ما يشبه الإسكندرية. ماشي، اتفقنا؟